السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده جايه اقول لكم اوعوا تكونوا بترموا قشور البرتقال. قشور البرتقال دي كنز في البيت ولازم تستغلوه، وهنقول النهارده 10 استخدامات لقشور البرتقال مش هتخطر على بالك وهتعجبك جدا جدا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناه، ويلا بينا نشوف الفيديو مع بعض. اول حاجه انا حطيت كده كميه من قشور البرتقال، حطيت عليها كده كميه من الميه، يعني متغطيها كده بالميه او بتبقى يعني مش متغطيه قوي، اقل كده من السطح بتاعها بحاجه بسيطه، وهبدا كده ارفعها على النار تغلي معايا كويس جدا. وخليكم متابعين الفيديو للاخر عشان تشوفوا كده هنعمل بيها ايه في الاخر الفيديو، وهنستخدمها في حاجتين احلى من بعض. بعد كده الاستخدام التاني معانا او الطريقه التانية اننا ممكن نجيب كنكه عاديه جدا. دي كنكه بس هي يعني نوعها مش حلوه عندي، فهي محروقه مني شويه. تمام، بدات كده احط فيها كام قشره كده من البرتقال، وحطيت كده فيها كام فص من القرنفل او القرفه الخشب. تمام، يا قرفه خشب يا اما قرنفل، وهغطيها كده بالميه وهبدا كده ارفعها على النار. بتعطر معايا البيت كويس جدا، وبتدي كده ريحه حلوه وطبيعيه ومش نفاذه قوي لدرجه ان هي تخنقك في البيت، خصوصا لو عندك حساسيه او حاجه. وبتكون حلوه جدا لو عندك في اليوم ده سمك او عامله اكله فيها زفاره شويه زي الرنجه والسمك والفسيخ والحاجات دي. نيجي للاستخدام اللي بعد كده، بنجيب بقى البرتقال عادي قبل ما نقشره كده ونقدمه لولادنا او لاهلنا. بنبدا كده نغسله كويس جدا جدا من بره، يفضل كمان تغسليه بفرشه او اسبونشه مخصصه للخضروات او الفواكه. وبعد كده بجيب المبشره وببدا كده اخد الجزء اللي هو الاصفر اللي بره، من غير ما ناخد الجزء الابيض ولا الاخضر زي ما انتم شايفين على الجنب الناعم من المبشره، وببدا ابشر كده الجزء الاصفر بس. شايفين في جزء كده اخضر ده مش بناخده، بناخد الاصفر بس، ولا ومش بناخد كمان الابيض. تمام، احنا عاوزين بس الجزء الاصفر الخارجي اللي بره. هبشره كده كويس جدا. وعايزه اقول لكم ده بديل الفانيليا في البيت، بجد حاجه تحفه جدا جدا تضيفيها على الكيكات او على البسكوت او اي حاجه بتعمليها، خصوصا بقى لو جيتي تعمليها كده وعايزه تضيعي زفاره البيض وما لقيتيش عندك فانيليا في البيت، فده هيبقى بديل مناسب جدا جدا. ممكن تعمليه بكميه كبيره وتقدري تحفظيه في برطمان ازاز او في اكياس وتحطيه في الفريزر، بيقعد معاكي من السنه للسنه مفيش اي مشكله. عايزه اقول لكم استخدام كمان وده تجميلي اكتر، بنجيب كده قطعه لفوق من البرتقال ونقصها بالسكينه بالشكل ده كده، وممكن نحط عليها سكر او كربوناتو ونبدا نفرك بيها ايدينا كده. بتكون حلوه جدا للايد، بتضيع كده اي تصبغات موجوده في الايد وبتنعم الايد كويس جدا. باقي البرتقانه زي ما انتم شايفين بقشرها عادي جدا، وبرده بستخدم القشر بتاعها مفيش اي مشكله، يعني حتى بعد ما بنبشرها بنقشرها بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وبناخد القشر بتاعها وبعد كده بتتاكل بالهنا والشفا عادي جدا. تمام، هنشوف بقى الاستخدام اللي بعد كده ايه. بس قبل ما اقول الاستخدام اللي بعد كده عايزه اقول لكم طريقه تانية تجففوا بيها قشور البرتقال. تمام، بتاخدوا الجزء اللي بره عارفين المقشره بتاعه البطاطس، بتاخدوا الجزء اللي هو الاورنج اللي بره بيها. تمام، وبتجففوه في الفرن او في الميكرويف. تمام، يبقى مجفف وناشف كده، وبعديها يبرد تضربوه في الكبه وكده يبقى معاكم برضو بودره البرتقال اللي هي بتتباع كده في السوبر ماركت، اللي بيقولوا عليها فانيليا البرتقال او فانيليا بطعم البرتقال. برضو بتكون الطريقه دي حلوه قوي قوي. عايزه اقول لكم دولت شويه قشر كده كنت حاطاهم في كيس وحطاهم في الفريزر، يعني تقدري تحفظيه في الفريزر لحد ما تيجي تستخدميه، مش شرط تستخدميه مباشره. عايزه اقول لكم برضو طريقه حلوه قوي شفتها لحد يعني بتاع برفانات. لو بتحبي قصنص البرتقال او بتحبي ريحه البرتقال تستخدميها كمعطر جو او كمعطر شخصي عادي. بتجيبي كده شويه من قشور البرتقال وبتجففيهم في الشمس لحد ما يبقوا ناشفين جدا جدا، او بتجففيهم في الفرن او الميكرويف. وبعد كده بتجيبي كحول ايثيلي من عند بتاع البرفانات، وبتحطي كده القشور في برطمان وبتغطيها بالكحول لحد اخرها، وبتغطيه وبتسيبيه لمده اسبوع، بتلاقيه عمل معاكي زيت البرتقال. بتفتحي كده الغطا وبتسيبيه كده يبخر الكحول الزياده اللي موجود فيه، وكده بتقدري تستخدميه عادي. بيكون قصنص برتقال، تقدري كمان تعملوا منه مشروع، بس ابحثوا في الموضوع ده اكتر عشان تبقى عندكم معلومات اكتر عنه. دي كده معلومة انا شفتها وحبيت برضو افيدكم بيها لو بتحبوا زيت البرتقال او بتحبوا استخدامه كمعطر او استخدام كبرفان يعني. تمام، بعد كده ده كده القشر البرتقال اللي احنا حطيناه على النار في الاول. زي ما انتم شايفين انا صفيت منه المية بالشكل ده.
بتلاقوا ميه كده صفرة في الاخر، بنحط عليها كده معلقه صغيره كربوناتو او بيكنج باودر المتوفر عندك بالشكل ده كده، وبقلبها. وبعد كده بحط عليها معلقتين من الخل. اللي انا عملته ده، انا عملت ملمع زجاج حلو جدا جدا، ملمع للزجاج والمرايات ببلاش زي ما انتوا شايفين. ببدأ كده اعبيه في بخاخة. الافضل انك تستخدمي الخليط ده او المية دي بتاعت اللي طلعت من البرتقال وهي باردة، بس انا كنت مستعجلة على الفيديو فاستخدمتها وهي سخنة، برضو ما فيش اي مشكلة. يعني الافضل تسيبيها تبرد وتشتغل براحتك بسربعة زي ما انا عاملة كده. عبيتها كده ببخاخة زي ما انتوا شايفين، والبخاخة طلعت بتنقط عادي جدا مفيش مشكلة، نتخطى الجزء ده. فربطتها كده او قفلتها كويس جدا. ودي بستخدمها لتلميع الزجاج والمرايات، حلوة قوي قوي، بتغنيك عن الجلانس او ملمع الزجاج. الكمية الباقية عندي ما حطيتش كل الكمية، فوتت حبة في الاخر. وهبدأ كده احطهم على صابون المواعين. عايزة اقول لكم ده صابون مواعين بيتباع ب5 جنيه او ب4 جنيه، رخيص جدا جدا. ببدأ اضيف عليه شوية من السائل اللي احنا عملناه ده، حطينا عليه بيكنج باودر وحطينا عليه معلقتين بس من الخل. تمام. ببدأ كده احطه على صابون المواعين زي ما انتوا شايفين، عم بيعمل رغوة عالية قوي، بيدي الصابون ريحة حلوة، بيدي المواعين معاكي ريحة حلوة، بيخلي المواعين كده والكوبايات تلمع وتزيق كده من النظافة. هنشوف بقى الاستخدام اللي بعد كده. دي بقى القشور اللي احنا اصلا غليناها. تمام. احنا خدنا المية اللي طلعت منها وبعد كده دي القشور. هبدأ كده اضربها بالهاند بلندر زي ما انتوا شايفين. ما عندكوش هاند بلندر هتقوموا واخدين القشور دي كلها على شفشق الخلاط، وهتحطوا معاها شوية مية من المية اللي طلعت منها، وهتبدأوا تضربوها، بس سيبوها تهدى الاول شوية عشان ما تبوظش معاكم الخلاط. تمام. يعني سيبوها تهدى شوية من الحرارة اللي فيها. زي ما انتوا شايفين نخليها تبقى معجون على قد ما تقدري، نعاميها جامد جدا جدا. عايزه اقول لكم الاستخدام اللي هقول لكم عليه ده وهم بجد وهم، وهو ايه؟ اللي هو تنظيف الفراخ والاسماك. تمام. ده بيتحط في المحلول بتاع نقع الفراخ والاسماك، بيضيع اي زفاره موجوده فيها، وبيغنيكي انك تستخدمي كميه كبيره من الليمون. دي حاجه كده ببلاش كده، زي ما احنا بنقول ده قشر اصلا انت كنت هترميه، فتقدري تستخدميه زي ما انا بقول لكم كده، معلقه كبيره او معلقتين في محلول نقع الفراخ او محلول نقع الاسماك، هيضيع اي زفاره موجوده فيه. حطي معاه معلقه ملح ورشه كده من الفلفل الاسود ورشه كده من الزنجبيل، ده في حالة الفراخ. وفي حالة الأسماك هو مية بس وشوية ملح صغيرين وشوية صغيرين من التتبيلة دي، سوري، من المعجون ده بتاع البرتقال، هيضيع أي زفارة موجودة فيه وهتدعولي بجد. حلو جدا. بعبيه كده في برطمانات وبحطه كده في باب التلاجة لمدة أسبوع. ولو هتحفظ لو عندك كمية كبيرة هتحطيه في الفريزر. تمام. تحطيه كده في اكياس وتبططي الكيس وتقدري تكسري منه وتستخدميه على طول. تقدري كمان تضيفي عليه بيكنج صودا او بيكنج باودر وتستخدميه كمعجون كده تنضفي بيه اي حاجه موجوده عندك، بيلمع الاستانلس والاحواض، وحاجه تحفه جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك، واشوفكم